امتى قررت تمشي؟ جه ميدو وكابتن حازم امام. اول ما جم انا كنت بقى بلعب بنزل بس مع كابتن طارق مصطفى في فتره بعد ما فريرا مشي. اه. كابتن طارق مصطفى مسك هو وكابتن سامي الشيني وجه باكيتا. كان كابتن طارق بينزلني، كان مقتنع بيا. فجه ميدو كابتن حازم، اول ماتش بسم الله الرحمن الرحيم بدات 6 ماتشات مع ميدو وست ماتشات كسبينهم كلهم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا انا فاكر جيلك ده لو وقت ما طلع اوباما ومصطفى اه فتحي اه اه وصلاح سليمان، صح؟ لا كان صلاح مشي. اه كان مش راح انبي. اللي حصل ان انت كنت احتياطي فتره كبيره وبتبدا تلعب 6 ماتشات ورا بعض، فطبعا بتستنزف من قوتك صح البدنيه فتتعب، فالطبيعي الكرف ينزل. صح. انت فاهم؟ فحته بقى ايه اللي كنت بتكلم معاك في السوشيال ميديا، كنت بركز قوي في التعليقات والكومنتات، فجابتني الارض. يعني ندمت. اعمل ماتش عالمي يطلعوك السما، تعمل ماتش وحش ينزلوك 100 ارض. انت فاهم؟ ده انا اللي كنت بلعب امبارح جايب جول وكاسب، كنت جامد دلوقتي بقى. فدي اتاثرت عليا، فبدات ان انا اطلب خلاص بقى، وبعدين هقعد احتياطي. جه ميدو مشي، جه كابتن محمد حلمي لعبني اساسي. جه كابتن محمد حلمي مشي، جه نبوشه. انت فاهم؟ كل شويه مفيش استقرار مفيش. خالص. انا من كتر المدربين يمسكونا في السنه دي مش فاكر حوالي 7 ولا 8 في سنه كامله. يعني كابتن طارق يحيى، نبوشه، ميدو، كابتن محمد حلمي، فريرا. باكيتا، فريرا، ماكلش، كابتن طارق مصطفى وكابتن سامي الشيني. دخلنا 8 9. انت فاهمني؟ فمفيش استقرار خالص، ومشاكل بقى وبتاع وما بتلعبش والكلام ده. دجله كلموني عن طريق يحيى علي، وكيل لاعبين، عايزينك والكلام ده كله بتاع. قلت له ماشي، وهتلعب وتراجع نفسك. في رحت. فتره الزمالك دي بقى كنت قصرت مع المنتخب شويه، ما كانش فيه. ما قله اللعب برضو اكيد يعني.